جاسيه دوين ريكاردو أو الملقب بإكس إكس تنتاسيون، واللي اتولد في سنة 1998 تحديدا في 23 يناير في مدينة فلوريدا. ومن شخص حياته كانت كلها مشاكل ومصايب إلى شخص مشهور وعنده ملايين من الناس اللي تحبه. طبعا زي ما شفتوا في عنوان الفيديو، النهارده عندنا قصة مختلفة شوية، وهي قصة مغني الراب المشهور إكس 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 تنتاسيون. فمن غير ما اطول عليكم، انا كريم فراج ويلا بينا نبدأ القصة. ملحوظة بسيطة بس قبل ما اخش في القصة، لو سمعتوا له الفيديو بقول اكس او تنتاسيون فمشوها، فهو نفس الشخص في الاخر اللي هو اكس اكس تنتاسيون، فعلشان اسمه طويل ممكن تلاقوني ساعات اختصر اقول اكس او اقول تنتاسيون، مش موضوعنا. يلا بنبدأ القصة. ابو اكس دخل السجن واتحبس لما كان عمر اكس 10 سنوات بس. يعني يا جماعه الولد اتربى بدون اب. ام اكس ما كانتش مناسبه علشان تربي ولدها، علشان طول الوقت كانت تضربه وتعامله بشكل مش كويس. فاكس عاش اغلب حياته مع جدته، رغم ان امه كانت بتعامله بشكل سيء الا انه كان بيحبها جدا. تنتاسيون كان طالب مشاغب جدا، ومش بيعدي يوم واحد الا وهو متشاكل فيه. يعني باختصار كل يوم مشكله شكل، لدرجه انه بقي يطرد من اي مدرسه يدخلها. والموضوع وصل انه يتسجن 9 شهور في سجن الاطفال. وبعد ما طلع من السجن كان عاوز يرجع لامه، وامه طردته من البيت تاني ورجع لجدته مره تاني. اكس كان مراهق مهووس جدا بالاغاني، لدرجه انه كان يسمع كل انواع الاغاني حرفيا. ويوم من الايام عمته قررت انها تاخده لحصص تعليم الادوات الموسيقيه، زي مثلا الجيتار والبيانو وغيرها من الادوات. وهنا اكس ابتدى يصنع عنده شغف، خلينا نقول ابتدى يصنع عنده هدف في الحياة. لكن يا جماعة هواياته ما كانتش بس في الموسيقى، يعني مثلا كان مهووس برياضة الكاراتيه والملاكمة. يعني باختصار كده الولد كان بيحب يعمل كل حاجة. اكس يا جماعة خلال فترة حياته وقع في قضايا كثيرة جدا، كمثال السرقة والسطو المسلح والاعتداء على الاشخاص والمتاجرة في السلاح وغيرها من القضايا الكثيرة. فالموسيقى يا جماعة بقت شغفه الوحيد في الحياة، يعني من الاخر كان عايز يبقى مغني. في سنة 2014 نزل اول اغنية ليه بعنوان فايس سيتي. الاغنية وقتها نزلت على منصة ساوند كلاود، علشان وقتها ما كانش في يوتيوب وكده يعني. ولكن للاسف في فتره جدا قصيره الحكومه ودوا له معسكر او سجن، يعني لتاديب المراهقين القليل الادب. ولما راح المعسكر هو كان اليوم اللي قابل فيه اكس صاحبه سكي ماسك اللي جدا عزيز عليه. واللي ما يعرفش سكي ماسك اصلا بجد هو رابر برضه جدا مشهور، واللي ساعد اكس انه يبقى اكس، فاهمين؟ سكي ماسك واكس كانوا عاوزين يبقوا مغنيين باي طريقه. ويوم ما طلعوا من المعسكر او السجن ده عملوا فرقه، خلينا نقول رابريه، يعني فرقه تتكون من مجموعه رابرز. نزلوا اغاني كثيره جدا، الاغاني دي عليها الملايين من المشاهدات، وكانوا بيشتغلوا بس بمايك ولابتوب، يعني ما كانش في استوديو احترافي وشغل بروفيشنال. اكس قرر يشتغل وظيفه عاديه علشان يطلع منها شويه فلوس. كان بيشتغل انه بيرد على تليفونات في شركه من الشركات، كان يطلع 10 دولار في الساعه تقريبا. في يوليو سنه 2016 تنتاسيون اتسجن مرة تاني. ولما اتسجن اغنيته اللي باسم لوك ات مي اللي كانت نازلة في 2015، يعني قبل ما يتسجن تقريبا بسنة، اتشهرت بشكل مش طبيعي، لدرجة ان الناس بقى ينزلوا بوستات ويحطوا هاشتاجات على ان اكس يطلع من السجن ويرجع يعمل لنا اغاني تاني. ولما طلع من السجن ابتدى يعمل حفلات، بس حفلات بمعنى الكلمة. حفلاته يا جماعة كانت تكون زحمة بشكل مش طبيعي. بعد الحفلات والأغاني اللي عملها تطلع شوية فلوس، واشترى عربيته البي ام دبليو اي 8 وكان جدا مبسوط بيها. بعدين اكس يا جماعة قرر يتغير وحذف كل بوستاته على الانستغرام. وبمناسبة الانستغرام روح اعمل لي فولو، هتلاقيه هنا ظاهر لك على الشاشة، وهتلاقي الرابط في الديسكريبشن تحت. وعلى سيرة التغير، فإكس صبغ شعره وحلق حواجبه، علشان إكس عنده قضايا كثيرة جدا في شركات كبيرة جدا زي سبوتيفاي وغيرها من الشركات. الشركات دي قالت احنا مستحيل ندعم الشخص ده، مستحيل نخلي أغانيه تتشهر. لكن رغم كل ده إكس ما كانش محتاج لده أبدا. إكس يا جماعة كان عامل شغل ما عملوش مغنيين بقالهم في المجال 7 أو 8 سنوات، اللي هو صباح الفل. آخر بوست نزله إكس كان بوست على الانستغرام كاتب فيه إنه في الأسبوع ده هيعمل جمعية لأطفال فلوريدا. فإكس قرر إنه يثبت للناس إنه اتغير
وبقى شخص كويس. اول حاجه عملها انه راح لدار الايتام ووزع جوائز هناك، وبقى يدي نصائح للاطفال وصور كل اللحظات دي، وكان يثبت للناس انه بالفعل اكس اتغير. وتدريجيا بقى يفتح بثوث وبقى يقول للناس ادوني افكار خيريه وحاجات اقدر اعملها علشان تفتكروني بالحاجات دي اللي هي يعني الحاجات الخيريه دي. طبعا البث بتاعه كان تقريبا حوالي ساعه وشويه، كان قاعد يقول الكلام ده اللي قلت لكم قبل شويه، وكان بيقول كلام غريب جدا. ومن الحاجات الغريبه اللي بكلمكم عليها دي انه كان قاعد يقول انه لو في حد النهارده صوب المسدس على راسه فهو مش خايف، يعني مش خايف من الموت او مش خايف من اي شخص حيجي ويقتله، كانه كان بيودع حياته في البث ده. وكان دايما يقول انه هو مش خايف من الموت، وبيقول انا اتغيرت للاحسن. وكان برضه بيقول للناس خليكم دايما واقفين مع بعض وساعدوا بعض، ومفيش داعي ان انتوا تاذوا بعض تتحولوا لعصابات وتقتلوا بعض. كل يوم نسمع عن جرائم مختلفه وكل يوم بنشوف اطفال بيموتوا، لحد امتى هنوصل للمرحله دي؟ لازم الكل يتغير. كان كلامه نوعا ما جميل وفي نفس الوقت غريب ومرعب. قفل البث من هنا وبعدها بساعات قليله في نفس اليوم راح يشتري موتوسيكل، وهو رايح يشتري موتوسيكل او دراجه ناريه بالفسحه كان عند باب المحل وجو ناس اطلقوا عليه النار، وبعد ما ضربوا عليه جات الاسعاف وودته للمستشفى، وبعد ساعه انتشر خبر وفاه الرابر العظيم والمشهور اكس اكس تنتاسيون. لكن في البداية خلينا متفقين محدش كان يعرف كيف اكس مات او ايه اللي حصل له. كل اللي نعرفه انه اكس تم الاطلاق عليه بالرصاص الحي، وين المكان وين الصور محدش يعرف اي حاجة. ولكن بعدها بيوم بالفعل في فيديو منتشر له، شخص من الجماهير شافه في الشارع وهو في عربيته كان ميت وتم تصويره. في الفيديو ده قالوا تم الاطلاق عليه بالرصاص، لكن الحاجه الغريبه واللي ناس كثيره ابتدت تخاف منها انه كيف تم الاطلاق عليه بالرصاص وما فيش هناك نقطه دم واحده، ولا على هدومه ولا حتى على العربيه. يعني حاجه طبيعيه واحد حيضربك بمسدس على الاقل يكون في دم، بس اكس ما كانش فيه اي نقطه دم، وده خلى جماهير اكس يعيشوا في لحظه رعب وفي لحظه تشكك. طبعا لحظه التشكك دي اصعب لحظه، لانه كثير من الناس هتبدا تطلع اشاعات، ففي اللي بيقول انه اكس ما ماتش وهو فقط زيف موته لانه هارب من عصابه او هارب من موقف صعب حاصل معاه، وفي اللي بيقول ان الموسنيه قتلته علشان رفضوا لهم كذا طلب. ولكن الشرطه المحليه مسكوا ملف تنتاسيون، قالوا ان الاشخاص اللي ضربوا النار على اكس كانوا دارسين الموضوع كويس، ولما جو اطلقوا عليه بسلاح كاتم، فده مش هيطلع اي دم ومن دون اي صوت. طبعا ده على حسب كلامهم. جينا عند السؤال اللي يطرح نفسه، كيف اكس مات ومين هم العصابه؟ لحد يومنا ده العصابه دي تم الاستجواب معاهم وقالوا ما فيش اي حاجه بيننا وبين اكس غير سوى ان احنا كنا عايزين من عنده فلوس. ولكن الناس طلعت تحاليل من الجريمه، هم طبعا كانوا 4 اشخاص، واحد منهم كان صاحب اكس وهو اللي كان مخطط للجريمه ومتفق مع العصابه، وكان يقول لهم انه اكس يمتلك ملايين ودخله بقي جدا كبير، فاحنا نسرق اكس وفي نفس الوقت ما نأذوهوش. فالعصابه اللي كان متفق معاهم صاحب اكس اتسرعوا في عمليه السرقه، وللاسف اطلقوا النار على اكس. بس قبل ما اقول لكم كيف كانت عمليه القتل والسرقه بالتفصيل، خلونا اقول لكم عن تخطيط العصابه. طبعا العصابه كانت مراقبه جميع تحركات تنتاسيون، وكانوا منتظرين اقرب فرصه يكون فيها اكس لوحده علشان يسرقوا منه مبلغ معين. في البدايه اكس كان طالع مع عمه وراحوا لمحل الموتوسيكلات زي ما قلت لكم في الاول. طبعا اكس دخل المحل عادي جدا، واول ما دخل تدريجيا دخلوا وراه 3 اشخاص، حتى هو بنفسه من نظرات الكاميرا بتاعت المحل كان حاسس انه في حاجه غريبه ورا الاشخاص دول. وبالفعل لما جاء طلع جو الاشخاص دول وصوب المسدس على راسه. طبعا عمه كان قاعد جنبه على الجهه اليمين، عمه سلم نفسه ونزل من العربيه وفك سبرنت، لكن اكس رفض انه يسلم نفسه. طبعا العصابه ما كانتش ناويه تقتل اكس، فقط كانوا يهددوه علشان ياخذوا منه الفلوس، فاكس رفض والطرفين شدوا مع بعض، وبلحظه طيش من الشاب اللي كان ماسك السلاح اطلق عليه النار. في اللحظة دي اكس كان فاقد الوعي بس ما كانش ميت. هم طبعا اخذوا الشنطة اللي فيها الفلوس وهربوا، وساعتها برضه عمه كان هارب. في اللحظة دي تقريبا 10 دقائق اكس كان لوحده تماما في الشارع، ما كانش في اي حد جنبه. فعن طريق الصدفة في حد من المتابعين شاف اكس بالحالة دي وراح بلغ الاسعاف، بس قبل ما يبلغ الاسعاف كان بيصور اكس وهو في اخر انفاسه خلاص، بعدين راح وبلغ الاسعاف. هنا على كلام الاسعاف وللاسف انه ما يقدروش يلحقوه في الوقت المناسب.
طيب ايه احنا ممكن نعرف او نتعلم من القصة دي؟ انا عن نفسي اقدر اقول لك في حياة اي شخص فينا مفيش حاجة ابدا اسمها مستحيل. تخيلوا من شخص بتاع مشاكل ومصايب، شخص مش بيطلع من راسه الا المشاكل، الى شخص بقى يمتلك ملايين من الجماهير وملايين من الناس اللي تحبه، وكله ده في عمر صغير. انا بكلمكم عن عمر 20 سنة بس. على العموم يا جماعة دي كانت قصة المغني الراحل المشهور اكس اكس تنتاسيون. اكتبوا لي تحت في الكومنت عاوزين قصص من دي اكتر ولا لا. ووقت تصويري للفيديو ده نزل تحديثات جديدة للقضية بتاعت اكس، فلو لقيت الموضوع فيه اهتمام حنزل لكم اكيد فيديو تاني اشرح لكم ايه اللي حصل جديد في القضية. وبس يا جماعة من غير ما اطول عليكم اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله. كان معكم كريم فراج، يلا بيس اوت.